الجون اهو انت شايط هنا، الجون اهو انت شايط هنا، ايه امبابي لعب لك سروبنا حرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده احنا هنتكلم عامه عن تشكيله ريال مدريد في ماتش الكلاسيكو بتاع امبارح اللي احنا خسرناه 4-3. هنبداها من تحت لفوق. حلو الكلام، نبدا من تحت لفوق. هنبدا من الاول من كورتوا. هل كورتوا عنده اخطاء؟ لا، كورتوا ما عندوش اخطاء. الاخطاء كلها من عند الدفاع، لان كورتوا شال كام كوره يعني ما تشالش بصراحه، ما تشالش. اتفرج يا باشا على الكوره اللي اتشاطت على كورتوا. يضرب اللامين يامال شوط. هل احنا هنقول كورتوا في حاجه؟ لا، كورتوا ما فيهوش اي حاجه، الغلطه من الدفاع كلها. انا بس عايز اسال سؤال، لوكاس فاسكيز ماسك ايه على اداره ريال مدريد؟ بجد والله العظيم ده تقييم لاعب بيلعب في ريال مدريد؟ اتفرج يا اسطى، انت بتتكلم في ايه يا اسطى؟ تقييم ايه يا غالي؟ ده تقييمه 5، اللي هو لو فرقتين بيلعبوا في فريق فيهم وحش، اقل واحد بيبقى في الماتش بيبقى 6-1 6.1 6 5.9 باشا. لوكاس فاسكيز جاب 5، وقسما بالله كنت شايفها في الماتش لوكاس فاسكيز كان جايب 4.8 بس ما خدتش سكرين. 5، انت عارف يعني ايه تقييمه 5؟ واتفرج بيعمل ايه، انت اتفرج الجون اصلا جابوه ازاي الرابع. اوه خطايا خلف الدفاع، والرابع. انا نفسي بصراحه نفسي افهم لوكاس فاسكيز ماسك ايه على اداره ريال مدريد. ما يمشي خلاص، هو مش اخر موسم ليه، يا رب بس ما يطلعوا لنا بخازوق جديد ويقولوا هيجدد، عشان الموضوع مش محتاج ايه خزوقه. مع دفاع ريال مدريد امبارح كان وحش قوي. امبارح الدفاع كان، الفريق كله امبارح كان زي الخرا الا كيليان امبابي. يعني انا عامل الفيديو ده عشان لوكاس فاسكيز وكيليان امبابي، هنقول الجانب الحلو والجانب الجانب الحلو والجانب الخرا، الجانب الحلو والجانب اللي زي الزفت. دفاع ريال مدريد زي الخرا وزي الزفت وقطران. ده تقييم ريال مدريد في الدفاع. اتفرج يا باشا، اتفرج اهو عشان اوسعك. اتفرج تقييم ريال مدريد الدفاع بس زي الخرا، حاجه تخري، دي حاجه تخري. نتكلم بقى عن الجانب الايجابي اللي كان في المباراه، كيليان امبابي. بجد والله العظيم يا ابني، يعني احنا في الاول الموسم كنا بنشتمك ويا ابن كذا ويا لا، انت دلوقتي انت هتحط على الدماغ. انت حاطط هاتريك في الكلاسيكو على ارضهم. انت متخيل الكلمه؟ حاطط هاتريك على ارض برشلونه وانت فرقتك كلها زي الخرا. زي الخرا دي اقل كلمه تتقال على تشكيله ريال مدريد كلها وعلى انشيلوتي، الا كيليان امبابي. بلينجهام بقى زي الخرا، بامانه الموسم اللي فات كله يشهد له. بلينجهام الموسم اللي فات كان كله يشهد له، دلوقتي بلينجهام ما بيعرفش يلعب بامانه. انتوا لو هتقارنوه بدري، انا كواحد بشجع ريال مدريد اقول لك بدري بقى احسن. بدري احسن من بلينجهام عادي جدا. واي حد هيطلع يماطل، لا يا جدعان، الموسم ده بدري احسن من بلينجهام بنسبه. بص فرق التقييم يا غالي، بص فرق التقييم بين بلينجهام وبدري. اتفرج يعني، انت بتتكلم في ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه يا جدعان؟ يا جدعان احنا بنشجع ريال مدريد بس مش هنطبل لفريقنا، مش هنطبل زيادة عن اللزوم. فريقنا امبارح كان زي الخرا وما لعبش كوره، والثلاث اجوان اللي احنا جايبينهم احنا شايطين كام شوط على المرمى؟ بتاع 4 ولا 5 شوطات على المرمى، اول على الاخر. واللي نازل الواد المهاجم الصغير ده اللي نزل في اخر الدقيقه. انت بتضيع ايه يا قلبي؟ انت بتضيع ايه؟ انت واحد بتجري، انا ههري ليه؟ اتفرج يا اسطى على الكوره اللي ضاعت عن طريق كيليان، وصلها الكرة خطيرة، والرابع. يا نجم النجوم. عايز ايه تاني؟ انت تلعب في ريال مدريد وتلاقي بقى العيال ام بامبس تلاقيك زعلانه ان ما بتلعبش. انتوا عايزين تلعبوا ايه؟ انت نازل الجون اهو انت شايط هنا، الجون اهو انت شايط هنا، ايه امبابي لعب لك سروبنا حرام، الجون اهو انت شايط هنا، ايه ما والله العظيم يا جدعان انا تعبت. واحنا خسرنا الحمد لله كده الكلاسيكو الخامس، الكلاسيكو الرابع بتاعي او الخامس. احنا خسرانين خسرانين كاسين و4، خسرانين الرابع يا جماعه. احنا خسرانين 4 كلاسيكات اللي هو بتاع 4-0 و5. المهم ان احنا خسرانين 4 كلاسيكات كده، مش عايز افتكر والله العظيم. احنا اهم حاجه ان احنا نركز بقى الموسم الجاي ونفوت. شابي الونسو جاي يغور في 60 داهيه خرا انشيلوتي. الحمد لله كده خلاص طلعوا البيان الرسمي ان هو راح مضى المنتخب البرازيلي، يعني هو مع فينيسيوس كده وكده يبقى مع فينيسيوس، فده حلو دوت. فان شاء الله ريال مدريد تفوق الموسم الجاي، ومبروك الموسم لبرشلونه، والف مليون مبروك لاي حد بيشجع برشلونه.
الف مليون مبروك يا اخواتي. فلو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس لان ده حمسني جدا جدا جدا، وان شاء الله هنوصل 5000 مشترك في اسرع وقت. وسلام.